وزي ما القاعدة بتقول إنك تعترف بالهزيمة دي أول خطوة للنصر، خصوصا لما تكون الهزيمة مش محسوبة عليك وإنك مش طرف في الموضوع، وإنك قاعد بتتفرج وبتراقب ومتأهب، محسوبة بس على اللي عمال بيتنطط في الإذاعات من ربع قرن. لكن وقت الجد لا طلع في جبهات إسناد ولا توحيد ساحات ولا خطط ولا الكلام الساذج بتاع الشرق الأوسط، وما ينفعش إن أي حد يراهن على إيران واللي بيعتبر محور بيتصرف عشان مصلحته وبس. السيرك اللي قدامك يا صديقي ده صناعة أمريكية، لعبة اسمها اختطاف أو مصادرة المقاومة، والحدوتة مش جديدة وليها أصول من السبعينات، لما شاه إيران رفض في السبعينات وقف تصدير النفط للاتحاد السوفيتي وقطع العلاقات بين موسكو وطهران، بالرغم ان الشاه كان على علاقة وطيدة جدا بامريكا، لكن وقتها الشاه حب يعمل لعبة توازن قوة، واللي طلبته امريكا من شاه ايران وقتها انه يقطع العلاقات مع موسكو ويبدأ حرب استنزاف مع العراق، وبعد كده يهدد السعودية عشان